أعزائي المتابعين والمشاهدين والمستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من اختيار حضراتكم اللي هنتكلم فيها عن أيام التفاؤل والتشاؤم عند المصريين القدماء. في الجزء الأول من حلقتنا هنتكلم عن والأيام اللي هتوافقها في سنة 2019. أما في الجزء الثاني من حلقتنا هنفسر زي ما قالوا لنا المصريين القدماء ليه تفائلوا من الأيام دي وليه تشاؤموا منها. نبدأ حكايتنا بالشهر الأول. الشهر الأول من شهور الفيضان أو الشهر الأول من فصل الفيضان، والشهر الأول في السنة المصرية القديمة عند المصريين القدماء. اليوم 26 من الشهر الأول اللي هيوافق عندنا 7 أكتوبر 2019. قال لك ما تخرجش في اليوم ده. ليه؟ لأن اليوم ده اللي بيبدأ فيه الصراع بين حورس وست. تمام. الشهر الثالث من شهور الفيضان وهو شهر هطور. قال لك اليوم الأول والثاني والثالث 1 و2 و3 هطور اللي هيوافقوا 11 و12 و13 نوفمبر 2019. قال لك اخرج وافرح وانبسط، لان في الثلاث ايام دول هم الثلاث ايام اللي مجلس الالهه تدخل في الصراع بين حورس وست وقالوا لهم كفايه لحد كده، تعالوا نعقد هدنه واحنا هنحكم بينكم ونقول مين الصح ومين الغلط. تمام؟ يبقى دي ايام خير. طيب نيجي بقى للشهر الثاني من فصول الشتاء وهو شهر امشير، وما ادراك ما امشير. قال لك اليوم الاول يعني 1 امشير اللي هيوافق 8 نوفمبر 2019 اخرج وافرح وانبسط، لان ده اليوم اللي فيه الاله رع امر برفع السماء عن الارض. واليوم الثاني 2 امشير اللي هيوافق 9 نوفمبر 2019 ما تخرجش فيه، لان ده اليوم اللي فيه الاعداء تطوروا على موكب الاله شو، يعني ده يوم وحش. اما اليوم ال 13 امشير اللي هيوافق 20 فبراير 2019 اوعى تخرج فيه. تحذير شديد اللهجه. ليه؟ لان ده اليوم اللي فيه سخمه قوه غضب الاله على الارض، هترسل غضبها، هتنفذ غضبها على الارض. اوعى تخرج. طب الطقوس في الايام دي ايه اللي بيحصل فيها عند المصريين القدماء؟ يعني المصريين القدماء في ايام الخير وايام الشر بيعملوا ايام الخير سعاده وبهجه وفرح وكل حاجه ممكن هو يعملها بيعملها. ايام الشر ما بيخرجش فيها. قال له مصر القديم حذره، قال له اوعى تخرج في الايام دي. اوعى ما تكونش طاهر، لازم تكون طاهر الجسد، طاهر الروح، طاهر النفس، تقدم القرابين للاله في معابدها، تكون خير في الايام دي. ولو حصل لك حاجه وحشه يبقى انت يا حلو وقعت فريسه لغضب الله. تعالوا نتكلم بقى عن تفسير الظواهر دي عند المصريين القدماء زي ما قالوا لنا، وايه هو الصراع بين حورس وست، وجم منين اصلا، واصل الحكايه ايه. يلا بينا. حورس وست. حورس هو ابن أوزوريس، وأوزوريس هو أخو ست، يعني ست عم حورس. القصة جت منين؟ هناخد حتة ديانة كده، اعذروني أنا آسف لو هطول عليكم، جزء بسيط من الديانة عشان نفهم القصة. المصري القديم فسر إن بداية خلق الآلهة وبداية خلق الكون كان عبارة عن إن الكرة الأرضية دي كلها أو الكون ده كله كان عبارة عن كتلة كبيرة من المية، فيها ربوة صغيرة جدا، يعني حاجة كده أصغر من جزيرة. الربوة دي يعني قطعة صغيرة، يعني دوب متر في متر. خلق نفسه من نفسه عليها الإله أتوم. أتوم اللي هو جد الآلهة، الذات الإلهية، وهو الوحيد في الآلهة المصرية القديمة اللي عنده سر الخلق، هو الوحيد اللي عنده قدرة الخلق، هو الوحيد اللي يقدر يخلق أي حاجة في الدنيا. الإله أتوم. وبرضه ببساطة أتوم هو رع، هو خبري. الشمس أو قرص الشمس بالنسبة للمصريين القدماء هو ده جد الآلهة. سموها في بداية الصباح في إشراقها خبري، يعني الشمس وهي صغيرة خبري. في ريعان شبابها وقت الظهر سموها رع. لما بتكبر وتبقى عجوزة وقت الغروب، يعني الراجل الحكيم بقى، لما الإنسان بيكبر ويبقى حكيم كبير في السن سموه أتوم. فخبري ورع وأتوم التلاتة واحد. دي بداية القصة. أتوم من اسمه أو معنى اسمه الأتم أو الأكمل، اللي عنده سر الخلق. خلق هو الذات الإلهية. صفاته بقى، صفاته هي نسله، هما الآلهة التانيين. من نسله خلق شو وتفنوت. مين هما شو وتفنوت وخلقوا ازاي؟ شو هو رب الفضاء، خلقوا ازاي؟ أخذ نفس ونفخ، فلما نفخ جاب شو رب الفضاء، رب الهواء.
طب وتفنوت ربة الضياء جابها ازاي؟ كان مغمض عينه، اول ما فتحها من ضي عينه ومن نور عينه جت تفنوت. من شو تفنوت جابوا جب ونوت. جب هو اله الارض ونوت هي الهة السماء. اتوم امر وشاور على الارض فكانت الارض اللي هو جب اله الارض، ونظر للسماء فكانت نوت الهة السماء. من جب ونوت جم 4: أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس. 4. إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس لما اتخلقوا طبعا المجلس الإلهي ده محتاج للي يخدمه، فأتوم خلق البشر، وخلق البشر من رحمته من دمع عينه. اشمعنى من دمع عينه؟ عشان يكونوا قريبين لرحمته من عينيه تحت عينيه، وعلشان يكونوا فانيين فيكتب على البشر الفناء ويكتب على الآلهة الخلود. تمام؟ البشر دول محتاجين اللي يحكمهم، فأتوم أمر أوزوريس اللي هو إله الخير الطيب الراجل الكامل الراجل البر والتقوى والإحسان، قال له أنت اللي هتتولى حكم البشر. ست: اشمعنى أنا؟ يخلي كده من جوه، اشمعنى أنا؟ وكمان أوزوريس اتجوز إيزيس. إيزيس من معنى اسمها يعني عرش الإله، عرش رع. يعني هو يتجوز إيزيس وكمان يتولى حكم البشر؟ طب وانا؟ ست بالنسبه للمصريين القدماء زي ما قالوا لنا، قالوا ان ست هو رب الهلاك والظلام الظلمه الدامسه. قال لك ما ينفعش يتولى حكم البشر، ده الاله هتوب هيهلكهم هيبيدهم مش هيكون عادل. طيب ونفتيس مين هي؟ نفتيس من اسمها هي ست البيت، المراه الغلبانه الشقيانه الحزينه اللي قاعده دايما في البيت منكسره. حتى المصريين القدماء وصفوها في متون الاهرام وقالوا المرأة التي لا رحم لها، اللي ما بتخلفش، العقر. لما إيزيس وأوزوريس اتجوزوا ست هيسكت؟ لا مش هيسكت. فبدأ ست من جواه بغله هيتجنن. تفتكر هيعمل إيه؟ هيقتل أوزوريس؟ هيقتل أخوه؟ تخيل إنه قطع أخوه 16 قطع ووزعهم في كل أرجاء وأنحاء مصر. طيب إيزيس هتسكت؟ إيزيس هي الزوجة الجميلة الوفية المخلصة لحبها ولجوزها، اللي بتمثل يعني ايه مرأة في ظهر جوزها. ما سكتتش، دورت على جوزها في كل مكان، لفت أرض مصر جمعته ولقيته، بس للأسف كان ناقص قطعتين من جسم جوزها، الخصية والقضيب الذكري. راحت لأتوب جد الآلهة، قالت له يا أتوب اوهبه نفس الحياة. قال لها بس ده مش كامل، جسده مش كامل، ناقص قطعتين. قالت له ولكنك الجد الأكبر للآلهة وأنت الوحيد الذي تمتلك سر الخلق. قال لها فإنه حي بين الأموات. يعني إيه؟ يعني هو ملك الأموات، زي ما كان ملك البشر هيبقى ملك الأموات، ووظيفته هينير للأموات طريقهم في العالم الآخر. يعني هو ملك الأموات؟ تمام. طيب في الأثناء دي كانت إيزيس حامل من جوزها أوزوريس، ولو ست أخد خبر هيقتلها وهيقتل ابنها، بس هي مش عايزه كده، هي عايزه تنتقم. هتاخد ابنها اللي في بطنها لسه وتجري بيه على الدلتا وتقعد في بلده بوتو في احراش الدلتا وسط المزارع وسط البيوت، تبعد عن ست خالص تماما، تخفيه عن الانظار. تولد ابنها تربيه، يبلغ ابنها يبدا ينتقم من عمه ست اللي قتل ابوه، فيبدا الصراع. يبدا الصراع امتى؟ زي ما قالوا لنا المصريين القدماء يوم 26 توت اللي هيوافق 7 اكتوبر 2019 في هذا العام. ست مش هيسكت وحورس مش هيسكت. حورس هيبدا الصراع بينه وبين ست، يضرب في ست وست يضرب في حورس، ومعركه دمويه هتستمر ل 34 يوم زي ما قالوا لنا المصريين القدماء، لان هم في اليوم ال 34 مجلس الآلهة هيجي ويعقد هدنه. بس قبل ما يعقد هدنه في الصراع لما يجي حين ونحكي القصه كامله عشان ما اطولش على حضراتكم، خسوف او كسوف القمر. كسوف القمر او خسوف القمر بيفسروه المصريين القدماء ان في خلال الصراع ده ست بيقلع عين حورس، بيقلع عين حورس، وحورس ده عينه عين الشمس اللي هي رع، وعين القمر اللي هو الاله جحوتي او خنسو. بيقلع عينه فبيحصل للقمر
خسوف. دي الظاهره هنتكلم عنها في حين. يجي بعد كده حورس ما يسكتش، يقتل ست، معركه مدويه، الالهه هتقضي على بعضها، مجلس الالهه لازم يتدخل في اللحظه دي. وتدخلهم يوم واحد هاتور بعد 34 يوم من بدايه الصراع بين حورس وست، وقالوا هنعقد هدنه في الثلاث ايام دول، 1 و2 و3 هاتور، اللي هيوافقوا 11 و12 و13 نوفمبر 2019. قالوا الايام دي ايام هدنه بينكم، واحنا اللي هنحكم بينكم ونقول العدل فين والحق فين. يا مصريين اخرجوا وافرحوا وانبسطوا في الايام دي، فهي ايام خير. ست هيسكت، قال لك لا، مين حورس ده؟ حورس ده مش ابن ايزيس ولا اوزوريس، حورس ده جابته ايزيس. حمل غير شرعي. راح جاب اللي هو جد ايزيس واوزوريس وست ونفتيس، قال له اخرس فانه من نسل ابني اوزوريس وبنتي ايزيس. قال له يعني ايه؟ قال له يعني هو على حق المنتقم لابيه، وهو من يستحق ان يتولى ملك البشر، فهو الوريث الشرعي لابيه. هنا الالهه حكمت ان حورس ابن شرعي وهو اللي هيتولى حكم البشر. لذلك عند المصريين القدماء اللي بيلبس التاج الملك، اللي بيحمي الملك، اللي بيورث الملك ملكه، هو حورس. تمام. نيجي بعد كده بقى لليوم اللي هو 1 أمشير. اليوم ده اللي قال فيه اليوم 1 أمشير اللي هيوافق 8 فبراير 2019، اللي قال فيه المصريين القدماء اخرج وافرح وانبسط، لان فيه الاله رع رفع امر برفع السماء عن الارض. احنا كنا كمصريين كبشر وكآلهة اول ما اتخلقنا كنا كلنا في الجنة، كلنا عايشين في مكان واحد، ولكن البشر ما سمعوش كلام الاله، تطاولوا على الاله، فامر رع بفصل السماء عن الارض، اللي هو الرع اللي هو اتوم، قال لهم لا انزلوا انتوا بقى الارض يا حلوين، والسماء تبعد عن الارض، خرجوا من الجنه، واللي يعمل خير بعد كده يبقى يدخل الجنه، واللي يعمل شر يبقى يدخل النار. المصريين القدماء عرفوا الجنه والنار، هنشرحه في حين. وتم فصل السماء عن الارض. اليوم الثاني 2 أمشير اللي هيوافق 9 فبراير 2019 هو اليوم اللي فيه الاعداء بيعترضوا موكب الاله شو، اللي هو رب الفضاء والضياء، لما امروا الاله اتوم، الاله شو لما خلق شو وخلق تفنوت، امرهم ان هم يحددوا حدود الكون الغير مرئيه، اللي البشر ما يعرفوهاش، اللي محدش يعرفها الا اتوم. وهم بيحددوا حدود الكون ويمثلوا على شكل اسدين واقفين على حدود الكون. اعترض الاعداء موكب الاله شو، فده يوم شر ما تخرجوش فيه. اليوم ال 13 الاله في غضبه هو سخمت، وهو ده اليوم اللي فيه سخمت بترسل غضبها على الارض، واياكم تخرجوا في اليوم ده. دي باختصار قصه ايام التفاؤل والتشاؤم عند المصريين والقدماء، اللي بتفتح معانا حكايات كتير، ويا رب ما اكونش ضيف تقيل على حضراتكم، واكون خفيف على حضراتكم، واكون حلقه ممتعه ليكم، اللي انا شخصيا استمتعت وانا بحكيها، وان شاء الله في حكايات كتير جايه قادمه. اشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم، القاكم دوما على خير. انتظروني في حلقات كتيره جايه، واللي حضراتكم هتقولوه انا هنعمله لكم انتم عنيا. شكرا جزيلا لحضراتكم، تحياتي، واشوفكم في حلقات كتيره جايه على خير يا رب. السلام عليكم.